بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ وبرحب بكم في احدى حلقات التدريبات المحاسبيه بتاعتنا. وزي ما قلنا، احنا المره اللي فاتت المحاضره اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا فيها بشيء من التفصيل عن المحاسبه على الحاسب الآلي. حاولنا من خلالها نركز على المصطلحات المحاسبيه in English، عشان نساعد أصدقائنا وزملائنا خريجي كلية تجارة عربي. النهاردة احنا المحاضرة بتاعتنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت هي محاضرة مهمة جدا، خاصة بالتسجيلات المحاسبية وطبيعة الحسابات اللي على الشارت اوف اكاونت. هندخل في الموضوع على طول. احنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت احنا عندنا الاكاونتنج سيستم او الاكاونتنج انفورميشن سيستم. الاكاونتنج انفورميشن سيستم او البرنامج المحاسبي ده اللي من خلاله بيسهل لنا كتير قوي في شغلنا كمحاسبين، وبيساعدنا كتير ان احنا يكون عندنا سرعه في توفير المعلومه لمستخدمي المعلومات المحاسبيه بتاعتنا. تقريبا الاداره الماليه بتتعامل مع كل الادارات، بتمدها بالمعلومات، ومكانها مهم جدا. الاداره الماليه لو ما نجحتش في الدور دوت او كان عندها قصور في توفير المعلومه في الوقت المناسب، ده بيؤدي الى تاخير اتخاذ قرارات مهمه جدا، بيؤدي الى مشاكل كتيره قوي داخل الشركات. وبالتالي احنا عايزين نطور من نفسنا ونستعد تماما ونأهل نفسنا وشبابنا واصدقائنا وزملائنا لسوق العمل، عشان ده تحدي كبير قوي ان انت تكون مسؤول على كل ادارات الشركه، وكل الناس داخل الشركه وخارج الشركه منتظرين معلومات منك. المعلومات دي لازم تكون معلومات دقيقة جدا، لازم تكون معلومات في الوقت المناسب، لازم المعلومة تكون ليها خصائص. على فكرة يعني حتى المعلومات اللي بنقدمها كمحاسبين دي ليها خصائص. المعلومة لازم تأكد، لازم تكون في الوقت المناسب، ما ينفعش تكون معلومة متأخرة على مستخدمي القوائم المالية. المعلومة لازم تكون بمنتهى الدقة، ما ينفعش أدي معلومة خاطئة. المعلومة لازم تفيد اليوزرز أو مستخدمي القوائم أو مستخدمي المعلومة. عشان اقدر اقدم معلومه لمستخدمي المعلومات بالشكل او بالمواصفات دي، انا محتاج ادوات او تولز. من احد الادوات او التولز كانت البرنامج المحاسبي اللي هيساعدني تماما في ان انا اوفر معلومه لمستخدمي القوائم الماليه، واتكلمنا عنه المحاضره اللي فاتت بشيء من التفصيل، او بشيء يدي للمحاسب الخريج الجديد معلومة عامة عن كيفية التعامل مع النظام المحاسبي. النظام المحاسبي مش المفروض انه يعوق شغلي كمحاسب، مفترض ان النظام المحاسبي يكون نظام بيساعدني ان انا أؤدي دوري بشكل ادق واسرع. وبالتالي النهارده احنا هنتكلم على كيفية ادخال او التعامل مع الحسابات، ازاي اتعرف على طبيعة المحاسبات. الحقيقة محاضرة مهمة جدا النهاردة، وانا بدعو حتى الغير محاسبين ان هم يشوفوها. احنا بندي كورسات دايما لفاينانشال فور نون اكاونتنت، او يعني بندي دايما كورسات محاسبية للغير محاسبين. المحاضرة دي اعتقد انها محاضرة هتكون مهمة برضو ليهم، يعني لو حد بيشوفنا دلوقتي يعني هيستفاد منها كتير قوي. لانك ممكن تشتغل في شركة بيديرها دكتور، ممكن تشتغل في شركة بيديرها او صاحبها مهندس، ممكن تشتغل في شركة بيديرها او صاحبها اي حاجة مش محاسب او مش خريج كلية تجارة. وبالتالي بيبقى صعب عليه قوي وانت بتعرض له المعلومة اللي انت بتبقى فاهمها كويس قوي، هو بيبقى صعب عليه قوي ان هو يعرفها. احنا بنسهل على الناس دي ان احنا نشرح لهم مبادئ محاسبية معينة، او ان هو حضرتك تتولى دوت وانت بتديله التقرير او المعلومة اللي هو كان محتاجها. محتاجين نقدم في تقاريرنا معلومات تكون معروضة بشكل مبسط جدا. عايزين المعلومة بتاعتنا تخرج عن كل انواع التحيز وكل انواع الغموض، ولازم تكون سهلة وسلسة، وزي ما بنقول ريدابل واندرستاندابل، يعني سهل جدا هو يقراها ويفهمها وما فيهاش اي مشكلة. فعليك ان انت تكون مجهز تماما، انك تعرف انك لازم تقدم المعلومة بشيء فيه احترافية، انك تقدم المعلومة بشيء مبسط. كل ما كانت المعلومة مبسطة وميسرة على مستخدمي القوائم المالية او مستخدمي المعلومات، ده بيكون نجاح ليك انت شخصيا.
النهارده المحاضره عندنا طبعا فيها 3 اهداف مهمين جدا، كلها بتتعلق بالريكوردنج، ازاي ابدا اسجل القيود بتاعتي. مستحيل تقدر تسجل قيود محاسبيه على الحاسب الآلي الا لما تكون عارف طبيعه الحسابات. دليل الحسابات بتاعي عباره عن اصول والتزامات. لازم اكون عارف طبيعه الاصول، طبيعتها مدينه او دائنه. لازم اكون عارف الالتزامات اللي عليا طبيعتها مدينه او دائنه. الاونرز ايكوتي طبيعتها ايه، الايرادات، المصروفات. النهارده الحقيقه احنا هنغطي كل دوت بشيء من التفصيل، ويعني اسالكم ان انتوا تكونوا او استسمحكم تكونوا مركزين معايا النهارده ان شاء الله. المحاضره مهمه قوي. بالنسبه للهدف الاولاني احنا بنتكلم على الاكونتس. يعني ايه اكونتس؟ detailed record of increase and decrease in specific assets, liability or owner's equity during a period. كل حساب عندي هو بيكون فيه تسجيل مفصل لكل الحسابات اللي نزلت عليه سواء بالزيادة أو النقصان. يبقى أنا عندي assets, liability, owner's equity بيتم عليها إدخال بعض البيانات المحاسبية، فبتزيد الأصول أو بتقل، بتزيد الالتزامات اللي عليا أو بتقل، حقوق المساهمين عندي بيزيد أو بيقل. كل ده بيتأثر بالعمليات اللي أنا أدخلتها على الحاسب الآلي خلال الفترة اللي أنا اشتغلت عليها. هفكركم بالأكاونتنج إيكويشن. الأكاونتنج إيكويشن هي عبارة عن assets equal liabilities plus owners equity. البالانس شيت دي عناصرها، يعني دي عناصر الميزانية العمومية. بنلاقي الجانب المدين في البالانس شيت في الأصول، الجانب الدائن في البالانس أو في الميزانية العمومية فيها الالتزامات اللي عليا اللايبيليتيز، وفيها الاونرز ايكوتي. وقلنا ان احنا اتكلمنا عن الموضوع دوت واتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وهنتكلم عنه بسرعة النهاردة. كيفية تمويل الأصول. الشركة النهاردة عشان تقرر تشتري أصل لازم تكون عارفة ايه مصدر التمويل هذا الأصل. الأصل ده هيتم تمويله من التزام عليا، يعني هيزيد التزاماتي نتيجة زيادة الأصل أو شراء أصل جديد أو مخزون، ولا هنمول الأصول ديت من الأونرز أو الملاك من الأموال اللي أوضعوها في الشركة. الحقيقة ده جزء كبير جدا، وده موضوع ادفانسد جدا خاص ب how to finance your assets. عندنا بديلين دايما لتمويل الأصول بتاعتنا، يا إما debt يا إما equity. debt اللي هي متمثلة في البالانس شيت في اللايبيليتي، والايكوتي اللي هي في الاونرز ايكوتي. أهم ما يميز الأصول، أنا كمحاسب لما بوجه قيد على إنه أصل، أهم ما يميزه إنه بيديني فيوتشر بينفيت. طب إيه هي الأصول؟ أو في دليل الحسابات هلاقي إيه في الأصول؟ كل الكاش، كل النقدية اللي عندي، حسابات البنك هتلاقيها بنعتبرها كاش طبعا. الأكاونت ريسيفبل، العملاء، ده بالنسبة لي أسيتس. النوتس ريسيفبل، كل الشيكات اللي خدتها من العملاء نتيجة المبيعات أو حتى لو إن أدفانس. بريبيد اكسبنس، كل المصروفات اللي دفعتها مقدما. لاند، لو عندي أراضي. بيلدينج، لو عندي مباني. اكويبمنت، فرنيتشرز اند فيكتشرز. دي الاسيتس اللي عندي، واهم ما يميزها زي ما قلنا انها بتدي للشركه منفعه مستقبليه او فيوتشر بينيفيت. لايبيليتي، ده التزام على الشركه نتيجه شراها للاصول حصل عليها بعض الالتزامات. الالتزام دوت زي الاكاونت بيبل، الموردين، النوتس بيبل، شيكات اللي دفعتها للموردين. اكرود لايبيليتي، وهنتكلم على الاكرود لايبيليتي ان شاء الله في محاضره النهارده. الاونرز ايكوتي، حقوق المساهمين او الملاك. دفعوا ايه الملاك او ليهم ايه الملاك في الشركه دي عموما؟ هم دفعوا فلوس بنسميها راس المال، سحبوا فلوس من الشركه بنسميها مسحوبات، وليهم الارباح اللي حققتها الشركه.
ده بيتمثل عندي في 4 حاجات: كابيتال، withdrawals، revenues، expense. لو طرحنا الريفينيوز من الاكسبنس يديك النت انكم اللي هو بيخص الملاك طبعا بعد سداد الضرائب وكل الالتزامات اللي عليا. طيب كل الحسابات اللي احنا قلنا عليها ديت سواء كانت اسيتس او لايبيليتي او اونرز ايكوتي كلها بتروح عندي في الليدجرز اكونتس. يبقى لو انا عايز اطبع حساب مجمع لكل عناصر الشارت اوف اكونت هروح على الليدجرز هيديني حساب combined make up to up the ledgers chart of account. يعني ايه chart of account؟ ده دليل الحسابات، هو list of accounts كل الحسابات او all accounts. يعني حتى هنا احنا كاتبين list of all accounts used by company along with the account number. وبالتالي كل الحسابات اللي انا بعمل عليها العمليات المحاسبيه او ادخالات العمليات المحاسبيه لازم يكون لها اكونت في دليل الحسابات عندي. الاوبجكتيفز الثاني ده مهم جدا هنتكلم فيه عن الدبل انتري اكونتس، القيد المحاسبي المزدوج. عندنا ثوابت كده في القيود المحاسبيه ان القيد المحاسبي المزدوج لازم يكون متساوي. ده اول حاجه فيه من ضمن الثوابت اللي عندي في الدبل انتري سيستم. ريكورد دول افكت اوف ايتش ترانزاكشن. يبقى كل ترانزاكشن ليها عندي دول افكت، يعني بتاثر عندي على حسابين على الاقل. each transaction affect at least 2 accounts. كل قيد انا بنزله او بدخله على الحاسب الآلي بيكون ليه طبعا افكت على at least 2 accounts. each transaction is recorded with at least 1 debit and 1 credit. يبقى انا at least عشان اعمل قيد محاسبي لازم يكون عندي at least جانب مدين، حساب على الجانب مدين، وات ليست حساب على الجانب الدائن. اهم ما في الموضوع ان التوتال ديبت ماست ايكوال التوتال كريدت، يعني لازم اجمالي الحسابات المدينه تساوي عندي اجمالي الحسابات الدائنه. التي اكونت ده شكل الحساب بنسميه التي اكونت. The left side of T account is debited and the right side of T account is credited account. Tool for analysis and determine the balance in a given account. أنا عندي حساب أيا كان اسمه على فكرة، قد يكون الحساب دوت حساب assets، قد يكون الحساب دوت من ضمن حسابات اللايبيليتي، قد يكون الحساب دوت من ضمن حسابات الاونرز ايكوتي. ايا كان الحساب سواء كان assets او liability او اونرز ايكوتي بيجي عندي في شكل حرف التي زي ما حضراتكم شايفين، وبيبقى مكتوب فيه فوق الاكونت نيم اسم الحساب. الجانب المدين منه هو الحركه، جميع الحركات المدينه اللي نزلت على الحساب دوت. الجانب الدائن ليه هي جميع الحركات الدائنه اللي نزلت على الحساب ده. طيب عايزين نتكلم عن الرول اوف ديبت اند كريدت. زي ما قلنا ان الاكاونتنج ايكويشن هي عباره عن الاسيتس ايكوال liability بلس اونرز ايكوتي. يبقى التي اكاونت ده عايزين نتكلم فيه من وجهه نظر الاسيتس، اللايبيليتي، الاونرز ايكوتي. كل حسابات الاصول ايا كان اسم الحساب اللي على اسيت زي ما قلنا الكاش، الاكونت ريسيفبل، النوتس ريسيفبل، البريبيد، كل دي اكاونتس على الاسيتس. ايا كان اسم الحساب اللي على الاسيتس هتلاقي التي اكاونت ليه هتلاقيها ديبت وكريدت. طب اللايبيليتي هتلاقي حساب اللايبيليتي ايا كان الاكونتس اللي في اللايبيليتي، وهفكركم بيه حسابات اللايبيليتي عندي اكونت بيبل، نوتس بيبل، دي امثله ليها طبعا. بتلاقي نفس التي اكونت برضو الجانب المدين فيه بيبقى على الجانب اليمين والشمال بيبقى الكريدت. نفس الحكايه في الايكوتي. انا عايزكم بس تركزوا على الشاشه في حاجه مهمه جدا على الشاشه دلوقتي مكتوبه. بالنسبه للاسيتس الديبت هتلاقي بلس. يعني ايه بلس؟ يعني الاسيتس طبيعته العامه في الحسابات هي مدينه،
يعني لو انا عايز ازود الاصول لازم احط في القيد بتاعي الاسيتس كديبت او كمدين. لو انا عايز اقلل الاصول اوجه القيد المحاسبي في القيد اليوميه الى كريدت عشان يبقى الاسيتس يحصل انخفاض في الاصول. اللايبيليتي والاونرز ايكوتي العكس. اللايبيليتي والاونرز ايكوتي العكس، وهنتكلم على فكره في الموضوع ده بتفصيل اكتر كمان شويه في الكورس. اللايبيليتي طبيعتها كريدت، والاونرز ايكوتي طبيعتها كريدت. يعني دي طبيعه الحساب يا جماعه في دليل الحسابات. يعني لو عايز ازود اللايبيليتي او الاونرز ايكوتي لازم اخليهم ايه؟ كريدت. يبقى احنا قلنا النهارده او قلنا دلوقتي حاجتين عكس بعض. لو انا عايز ازود الاصول بتاعتي لازم تكون في القيد بشوفها في الجانب المدين. لو انا عايز ازود الالتزامات اللي عليا او الاونرز ايكوتي لازم الاقيها في القيد في الجانب الدائن. طيب والعكس صحيح. طيب تعال نشوف النورمال بالانس اللي احنا قلنا عليه على فكره من شويه، ده هو النورمال بالانس بس احنا هنوضحه دلوقتي بشيء من التفصيل اكتر. النورمال بالانس للاسيتس هو الجانب الايه؟ المدين، الديبت. النورمال بالانس لللايبيليتي هو الجانب الكريدت. النورمال بالانس للاونرز ايكوتي هو الجانب الكريدت. يعني ايه النورمال بالانس؟ يعني طبيعه الحساب. طبيعه الاسيتس هتلاقيها في الجانب المدين، طبيعه اللايبيليتي هتلاقيها في الجانب الدائن اللي هي احنا عاملين عليها بلس. طبيعه الاونرز ايكوتي هتلاقيها في الجانب الكريدت اللي هو النورمال اكاونت. يعني ايه نورمال اكاونت؟ يعني طبيعه الحساب. يعني الحساب لو طبيعته مدينه يبقى في حاله الزياده، لو انا عايز ازود الحساب او انا اصولي زادت او المخزون بتاعي زاد، يبقى لازم اتعامل مع طبيعه الحساب. لو هو طبيعته مدينه يبقى انا محتاج ازود الحساب دوت اجعله مدين في القيد المحاسبي بتاعي. احنا بنتكلم النهارده على القيد المحاسبي المزدوج. القيد المحاسبي المزدوج لو انت لقيت فيه آه، اي حساب من حسابات الاصول مدينه، ده معناه ان انت زودت الاصول بتاعتك، ان انت حصل عمليه ما جعلت الاصول تزيد. لو انت جعلت الالتزام اللي عليك دائن ده معناه ان انت زودت الالتزام. ده يخلينا نقول ان انا لو اشتريت مثلا سياره للشركه على الحساب ما دفعتهاش كاش، ده معناها ان انا هخلي حساب السياره مدين عشان ازود الاصول بتاعتي، لان الاصول بتاعتي زادت بقيمه السياره دي، وهخلي حساب الموردين دائن. يعني ايه حساب الموردين دائن؟ ده معناه الحساب ديت ان انا الالتزامات اللي عليا زادت نتيجه ان انا اشتريت سياره للشركه ديت. الجزء ده يا جماعه مهم جدا لان ده البيزك، ودايما بيتلخبطوا فيه المحاسبين بعد التخرج على طول، بيبقى مش مركز قوي في النورمال بالانس للحساب. وبرضو بنعاني قوي مع النون فاينانشال واحنا بنديهم التقرير بتاعتنا، يعني كل الناس اللي احنا بنديهم تقريرنا الغير محاسبين، في ان احنا نحاول نعرفهم النورمال بالانس او طبيعه الحساب. زي ما قلنا الاصول عندي في الميزانيه طبيعتها مدينه، الالتزامات والاونرز ايكوتي في الميزانيه طبيعتها دائمه. فانت ممكن حتى تعرفها بالشكل ده، انك ترجع ريفرنس للميزانيه العموميه بتاعتك. انت في الميزانيه بتحط ايه في الجانب المدين؟ بتحط كل الاصول بتاعتك. ده معناها ان الاصول بطبيعتها مدينه. تمام؟ طيب الميزانيه بتحط ايه في الجانب الدائن؟ بتحط الالتزامات اللي عليك وكل حقوق المساهمين. ده معناها ان طبيعه الحساب بتاع الالتزامات هي دائنه لانها في الميزانيه بتظهر في الجانب الدائن. ده جميع الحسابات بتاعت الاونرز ايكوتي بتظهر في الميزانيه في الجانب الدائن، وبالتالي فهي طبيعتها دائنه. يبقى النورمال اكاونت بيساعدك كتير قوي انك لما تشوف قيد يوميه وتشوف الحساب اللي موجود في قيد اليوميه، زي ما قلنا ان على الاقل لازم يكون عندك حسابين في قيد اليوميه. اي حساب منهم لو الحسابين دول اصول يبقى المدين فيه بيزود الاصول والدائن فيه بيقلل الاصول. طب لو الحسابين دول واحد فيهم اصول والتاني التزامات، يبقى لو الاصول مدينه يبقى انا زودت الاصول، ولو الالتزامات دائنه يبقى انا زودت الالتزامات. ده بيزك انت المفروض تكون عارفه، ده اساس لازم تكون عارفه. وانس انك مسكت القيد اليوميه وبصيت عليها هتبدا تبقى عارف ايه اللي حصل او ايه تاثير القيد دوت على الحسابات بتاعت الشركه او على اصول والتزامات وحقوق المساهمين في الشركه. يبقى مهم جدا انك تكون متاكد تماما ان انت عارف
الكلام ده كويس. لازم تكون متاكد دلوقتي قبل ما ندخل على السلايد اللي بعده، انك تكون متاكد انك عرفت طبيعه الحساب. الاسيتس طبيعته مدينه، اللايبيليتي النورمال بالانس بتاعها كريدت، الايكوتي النورمال بالانس كريدت برضو. وبالتالي ده حسابات النورمال بالانس والتي اكاونت على الايكويشن او الفاينانشال ايكويشن. طيب ايه حساب الاونرز ايكوتي؟ يعني لو عايزين نتكلم على حساب الاونرز ايكوتي، احنا قلنا ان الاسيتس ايكوال لايبيليتي بلس اونرز ايكوتي. حساب الاونرز ايكوتي عندي بيتقسم الى حساب الاونر كابيتال. خلي بالك احنا قلنا ان النورمال ايكويشن للاونرز ايكوتي ايه؟ ان هو كريدت، وبالتالي طبيعته عندي كريدت. طيب الاونرز ايكوتي عباره عن ايه؟ هي حقوق المساهمين في الشركه. المساهمين ليهم ايه في الشركه؟ ليهم الكابيتال، حطوا راس المال بتاعهم، وزي ما احنا شايفين طبيعه الحسابات كريدت. الاونرز كابيتال هم ده راس المال اللي الاونرز حطوه في الشركه او اودعوه في الشركه او حطوه تحت تصرف الشركه، وبنطرح منه اي مسحوبات. الاونرز ويزدرولز، اي مسحوبات للمساهمين من الشركه بيطرح من الاونرز كابيتال. بزود عليه او من حقوق المساهمين عندي ان هم الشركه عملت ايرادات، اي ريفينيو الشركه حققتها الاونرز بتبقى ليهم بعد طرح المصروفات. يبقى الاونرز ايكوتي عباره عن ايه؟ او الاونرز ايكوتي ستيتمنت عباره عن الاونرز كابيتال ناقص الويزدرول المسحوبات، زائد او ناقص طبعا النت انكم او نت لوس اللي بيتمثل فيه الريفينيو والاكسبنس. يبقى لو انا جمعت الريفينيو وطرحت منهم الاكسبنس هيدينا النت انكم للاونرز ايكوتي. عايزك تبص هنا معايا على الريفينيو. حساب الريفينيو طبيعته مدين ولا دائن؟ النورمال اكاونت بتاعه او النورمال بالانس. الريفينيو النورمال بالانس ليه هو كريدت. طب الاكسبنس النورمال بالانس للاكسبنس عباره عن ايه؟ عباره عن ديبت. يعني طبيعه حساب اي مصروف عندي هو مدين، طبيعه حساب اي ايراد عندي هو دائن. كويس؟ زي ما قلنا ان النورمال بالانس مهم جدا ليك كمحاسب عشان تخليك عندك سرعه بديهه لما بتبدا تعمل القيد او توجه القيد او ترحل القيد او تراجع على قيود زمايلك عاملينها. طيب هنوريك هنا برضو النورمال بالانس جوه الاونرز ايكوتي. الاونرز ايكوتي الاونرز كابيتال طبيعتها النورمال بالانس زي ما حضرتك شايف كده. النورمال بالانس للاونرز ايكوتي كريدت، النورمال بالانس للاونرز ويزدرولز ديبت، النورمال بالانس للريفينيو زي ما قلنا انها كريدت، النورمال بالانس للاكسبنس زي ما قلنا انها ديبت. بعد ما انت بتعرف البيزك اللي احنا قلناه دوت وطبيعه الحساب، سواء كانت طبيعه الحساب مدين او دائن، ده بيساعدك كتير قوي انك لما تشتغل في الشركه في مثلا في قسم العملاء هتبقى عارف ان العملاء بالنسبه لي ده حساب جوه الميزانيه، وبالتالي هو حساب مدين وبالتالي طبيعته مدينه. يبقى لو انا عايز ازود او العملاء عندي حساباتهم زادت نتيجه ان هم خدوا بضاعه او عملت لهم مبيعات او خدمه قدمت لهم خدمه وبس حق عليها فلوس ما خدتش لسه منهم فلوس، فبالتالي طبيعتها مدينه فهتزيد. لو انت اشتغلت في الشركه في قسم البيبل مثلا او الموردين يبقى انت عارف ان طبيعه الحساب ده التزام وبالتالي طبيعته دائنه على الحسابات. ده مهم جدا ليك كمحاسب لانك في بدايه حياتك مش هتشتغل في كل الاقسام اللي في الاداره الماليه، لكن عليك انك تكون عارف وانت في قسم مثلا وليكن العملاء انك تكون عارف ايه طبيعه شغل زميلك اللي في قسم الموردين، عشان لما يحصل روتيشن او لما يحصل انتقال منك
من طبيعه حسابات او طبيعه شغلك في قسم العملاء الى قسم الموردين، ما يحصلش عندك شيء من عدم التوازن، لا تكون انت عارف ان طبيعه الحساب هنا مختلفه عن طبيعه الحساب هنا. هندخل على الاوبجكتيفز نمبر 3، ريكورد اند سمرايزد بالانس ترانزاكشن او بزنس ترانزاكشنز. جورنال consist of at least one debit and one credit. زي ما قلنا ان القيود اليوميه لازم يكون عندي على الاقل في حسابين، وعلى الاقل كل حساب على الاقل حساب مدين وعلى الاقل حساب دائن. يعني لو احنا اتفقنا ان القيد بتاعي هو طرفين، يبقى لازم يكونوا اكيد واحد منهم مدين والتاني دائن. at least two accounts, one debit and one credit account. طيب كل اكونت هيأثر على حساب عندي في دليل الحسابات اكيد. determine whether each account is increased or decreased. زي ما قلنا لو انا عندي اصول والاصول دي هتزيد، لان عشان طبيعتها في الحسابات مدينه، وبالتالي عشان ازودها لازم اجعلها مدينه. عندي التزام، هيزيد الالتزام عليا. اشتريت عربيه تانية للشركه مثلا، فده التزام تاني عليا هيزيد. زياده التزاماتي ده معناه ان انا لما امسك كود يوميه هلاقي الالتزامات في كود اليوميه ديت في جانب انهي؟ في الجانب الدائن، وبالتالي الالتزامات زادت. طب لو لقيت الالتزامات دي في الجانب المدين، ده معناه ان انا سددت التزام عليا. اكيد هيقابله في المقابل انخفاض في الاسيتس، بس هسدده يا اما كاش، ده معناه ان حسابات النقديه عندي قلت، او هسدده بشيك. في الاخر انا هسدده من اصل عندي. اتفقنا؟ يبقى لو انا عملت القيد بتاعي والقيد دوت كان فيه التزام اكونت بيبل او الموردين عندي في جانب المدين، اعرف ان انت دلوقتي حالا بتعمل ايه؟ بتعمل قيد بتسدد فيه التزام عليك. ناقص بقى الجانب الثاني من القيد، انت هتسدد التزام عليك بايه؟ هتسدده كاش ولا بشيك ولا من البنك ولا بضاعه، اي حاجه في الاصول تقدر تسدد التزام عليا او زياده في التزام اخر طبعا. مهم قوي وانت محاسب انك تبقى عارف رول اوف ديبت اند كريدت بالانس. طب ايه اللي بيحصل؟ record transaction in journal including a brief explanation debit side of entry. بعمل القيد بتاعي، بيبقى القيد فيه جانب مدين، طرف القيد الثاني بيبقى جانب دائن عشان استكمل القيد. اهم ما في الموضوع طبعا زي ما احنا قلنا ان القيد بتاعي الاجمالي بتاع الحسابات المدينه لازم يساوي الاجمالي بتاع الحسابات الداينه. الحقيقه الموضوع دوت في المانيوال انت محتاج تراجعه كويس قوي وانت بتعمل القيد مانيوال. في الكمبيوتر كل البرامج المحاسبيه ما بتقبلش منك اي قيد غير متساوي. يعني لو حضرتك جربت في البرنامج عندك في الشركه بالنسبه للناس اللي بتشتغل او اللي هتشتغل، لو حضرتك جربت انك تعمل قيد وعملت مثلا الجانب المدين فيه ب 1000 جنيه والجانب الدائن مثلا ب 800، وحاولت تقول للحاسب الآلي سيف للقيد ده، هيمنعك تماما من تسجيل قيد غير متساوي القيمه. يبقى حتى البرامج المحاسبيه اللي تم تصميمها على الكونسبت ده، الكونسبت اللي بيقول ان الديبت سايد اوف انتري از انترد فيرست، التوتال ديبت سايد اولويز ايكوال توتال كريدت سايد. وبالتالي كل البرامج المحاسبيه تم تصميمها على انها ما تقبلش منك اي قيد غير متساوي كمدين او دائن. السلايد اللي بعده جنرال جورنال. انا بعمل قيد يوميا. تعالوا بقى نشوف ازاي نبدا نعمل قيود اليوميه بتاعتنا بعد ما اتعرفنا على البيزك كونسبت اللي فات. هفترض ان انت زودت الكاش. اول قيد بيتعمل يا جماعه في الشركات هو قيد راس المال. غالبا لما بنكون عندنا شركه جديده اول قيد بيتعمل هو القيد الكونتريبيوشن اوف اونر، يعني ملاك الشركه بيحطوا راس المال بتاعهم في الشركه، راس المال الاساسي اللي تم تسجيله في السجل التجاري، الكاش اللي هم حطوه اللي بيمثل بالنسبه لهم حصه في الشركه. طيب القيد بالنسبه لي هيكون ايه؟
انا كمحاسب هسجل القيد ده ازاي؟ راس المال ده بدخله على الكاش او على الخزنه، فبقول ان حساب الكاش او الخزنه مدين في 1 جولاي 1/7. حساب الكاش، خلي بالك حساب الكاش ده بالنسبه لي اسيتس ولا لايبيليتي ولا اونرز ايكويتي؟ ده حساب اسيتس. طب احنا قلنا حساب الاسيتس طبيعه الحساب ايه؟ حساب الكاش هيكون طبيعته ايه؟ قلنا مدين. طيب لما يكون حساب النقديه طبيعته مدين، يبقى انا لو النقديه عندي زادت يبقى لازم اخليها مدين في القيد عشان تزيد. طب لو النقديه عندي قلت يبقى لازم اخليها دائن في القيد. طب تعال نشوف القيد ده عمل ايه في حساب النقديه. القيد دوت خلى الكاش مدين ب 45,000. ده معناه ان الكاش عندي زاد ب 45,000 ديبت، الكاش 45 كريدت الكابيتال. وطبعا بقول لان كابيتال ده اسم الاونرز. لان كابيتال او لان حط فلوس في الشركه ب 45,000 كريدت. وبكتب الديسكريبشن للقيد. اي قيد يا جماعه يعني الحد الادنى لقيد المحاسب لازم يكون التاريخ، لازم يكتب التاريخ، الديبت عباره عن ايه والكريدت عباره عن ايه، لازم القيمه تكون متساويه يعني 45 و45، ولازم اكتب ديسكريبشن للقيد. ديسكريبشن للقيد او الوصف للقيد investment from owner، يعني الملاك ده الاستثمار بتاعهم جوه الشركه. ده شكل القيد وشكل الجنرال جورنال اللي انا بعمله. يبقى انا لو اشتغلت في شركه جديده، جه صاحبها قال لي انا فتحت الشركه وحضرتك المحاسب بتاعي، انا هودع 45,000 ده راس المال بتاعي جوه الشركه. القيد بتاعي او القيد الافتتاحي او القيد اللي يتعلق بالانفستمنت او الاستثمار من الاونر بيكون بحط الفلوس دي في الخزنه، وبالتالي بقول ديبت الكاش كريدت الكابيتال. طيب القيد ده ركز معايا على الشاشه. القيد دوت هيعمل ايه بعد ما اسجل القيد ده وبستكمل كل عناصر تسجيل القيد اللي هي عباره عن الترانزاكشن ديت، تاريخ الترانزاكشنز، ايه هي الاكونتس افكتد، يعني ايه هي الحسابات اللي اتاثرت بالقيد ده، ايه الاماونت اوف ديبت اند كريدت. وزي ما قلنا ان الاماونت اوف ديبت اند كريدت should be equal، والاكسبلانيشن اوف ترانزاكشنز. يبقى زي ما قلنا ان انت كمحاسب وانت في الشركه لازم تكون عارف انك عشان تعمل قيد يوميه جوه الشركه لازم تكون عارف انك مطالب انك تستكمل كل عناصر القيد. زي ما قلنا انت عندك 4 عناصر للقيد، اوعى تنساهم كمحاسب. للاسف بننزل شركات كتيره قوي بنلاقي دايما القيود فيها حاجه ناقصه. طيب لو انا عملت القيد لازم اتاكد تماما ان انا دخلت او عملت ادخال بالتاريخ القيد ترانزاكشن ديت. لازم اتاكد تماما ان انا سجلت اسماء الحسابات اللي اتاثرت بالقيد ده اللي بنسميها accounts affected. لازم اتاكد تماما ان انا دخلت كل الاماونتس وتكون متساويه، اجمالي الاماونت الديبت ايكوال الكريدت. يبقى 45,000 مدين 45,000 دائن، ما ينفعش تكون 40,000. في المانيوال لو عملناها كده هتلاقي دليل الحسابات عندك فارق او ميزان المراجعه عندك مش مظبوط، اجمالي المدين فيه مش زي اجمالي الدائن. في الكمبيوتر مفترض ان البرنامج يرفض تماما انك تسجل 45 ديبت و40 كريدت. عشان كده يا جماعه الكمبيوتر في الشركات بيتميز بالجزء ده الحقيقه، ان هو بيقلل الاخطاء. يعني ايه بيقلل الاخطاء؟ يعني انت لو دخلت على الكمبيوتر قيمه مختلفه الديبت فيها او الجانب المدين فيها عن الجانب الدائن، الكمبيوتر تماما بيرفضها، لان اللوجيك بتاع الكمبيوتر مش مصمم انه يقبل منك قيد غير متساوي القيمه. وده برضو تيست انت ممكن تعمله. لو البرنامج اللي عندك في الشركه بيقبل الكلام دوت يبقى اكيد البرنامج دوت برنامج مش هيديك اكوريت داتا، وبالتالي ده يعني البيزك لاختيار البرامج ان ما ينفعش يكون بيقبل قيد المدين فيه مش بيساوي الدائن. اخر حاجه طبعا الاكسبلانيشن اوف ترانزاكشنز. اوعى يا محاسب وانت بتعمل القيد بتاعك انك تنسى انك تحط الوصف بتاع القيد. حضرتك وصف القيد انك سددت كهرباء تكتب ان احنا سددنا كهرباء فاتوره شهر كذا. وصف القيد انك استلمت فلوس من عميل
يبقى استلام نقديه من العميل A او B او C او D. في الاخر انت لازم تضمن تماما انك حطيت وصف للقيد، انا لما اراجع وراك القيد ده واقراه اقدر اعرف من غير ما اشوف المرفقات بتاعه القيد دوت الحسابات ده ايه طبيعه القيد او ايه تاثير القيد دوت على الحسابات. طيب الخطوه الاولى analysis of step 1 transactions. analysis of September transactions. ايه اللي حصل في القيد ده؟ ايه تاثير القيد ده؟ احنا دلوقتي هنتكلم على تاثير القيد ده على الحسابات اللي هي بنسميها account affected. طيب ايه تاثيره؟ قال لك تاثير القيد اللي فات ده ان حصل cash is increasing، يعني حصل increase في الكاش عندي. وبنقول لك برضو ان الكاش is an asset account، يعني الكاش ده عنصر من احد عناصر الاصول. تالت حاجه increase an assets with debit. الكاش عندي الجنرال جورنال عندي الكاش في 1 سبتمبر زاد ل 30,000. طيب تعالى نمشي الخطوات دي من الاول. انا عايز اعمل اناليسيز لترانزاكشن تمت عندي في 1 سبتمبر. الترانزاكشن دي ايه اللي حصل عندي في الشركه؟ انا محاسب قاعد في الشركه اكتشفت ان حصل زياده في الكاش، يعني معايا نقديه حصل لها انكريز. طيب يعني ايه حصل زياده في الكاش؟ يعني الخطوه رقم 2 انك تعرف هو الكاش دوت طبيعه حسابه هو في الاصول ولا في الالتزامات ولا في الاونرز ايكوتي؟ لا، الكاش از ان اسيت اكونت. كويس قوي. ايه الحاجه الثانيه اللي عايز اعرفها؟ ان اي انكريز في الاسيتس، بما ان الكاش ده اسيت اكونت، اي انكريز في الاسيتس ده يعتبر الاسيت هيكون عندي في القيد شكله ايه؟ ديبت. يبقى اكيد يا جماعه هعمل قيد هحط فيه الاسيتس او الكاش ديبت بما ان الاسيتس انكريز. تعال نشوف القيد هيتعمل ازاي. انا محاسب دلوقتي مطالب مني اعمل قيد. اول حاجه بتكتب التاريخ طبعا بتاع القيد زي ما قلنا، ولازم نقول القيد دوت ايه هي الحسابات اللي افكتد بالقيد ده. هو حساب الكاش، يبقى تاريخ القيد 1 سبتمبر. الحساب اللي هيتاثر بالقيد ده هو الكاش. الجانب الديبت هيكون 30,000. طيب يبقى يبقى كده الكاش عندي زاد بايه؟ ب 30,000. ده الزياده في حساب الكاش. طيب الجانب الكريدت، تعال نشوف اللي حصل في القيد اللي فات. ان في الترانزاكشن برضو بتاعت 1 سبتمبر ده شريك من الشركاء حصل كابيتال از انكريزنج، يعني حصل زياده في الكابيتال او في الاونرز ايكوتي. طب الكابيتال ده ايه؟ الكابيتال از ان اونرز ايكوتي اكونت. يبقى الكابيتال ده احد الحسابات اللي موجوده فين؟ في حقوق المساهمين. انكريز في الاونرز ايكوتي اكونت ويز كريدت، عشان ازود الاونرز ايكوتي اكونت لازم يكون طبيعته دائم. عشان كده الكاش عندي ديبت ب 30. طيب الجانب الثاني هيكون ايه؟ الكابيتال كريدت ب 30,000. يبقى تأثير القيد دوت طبقا للشرح اللي احنا شرحناه ان الكاش عندي زاد ب 30,000 والكابيتال عندي قل ب 30,000. طبعا هنا التوتال ديبت سايد must equal التوتال كريدت سايد. القيد زي ما انتم شايفينه كده، وببدأ اكتب وصف القيد. اوعى تنسى وصف القيد. owners invested in business. يبقى القيد عندي 4 عناصر على الاقل لازم يتوفروا في القيد اليوميه بتاعي. اول عنصر التاريخ زي ما انتم شايفين سبتمبر 1. الحسابات اللي افكتد باي او اللي اتاثرت بالقيد دوت. تالت حاجه الاماونت اللي انا هعمل بيه القيد، القيمه بتاعتي، ولازم القيمه المدينه تساوي القيمه الدائنه. رابع حاجه الاونرز انفستد ان كابيتال او ان بيزنس اللي هو الوصف بتاع القيد. طيب تعال نشوف ترانزاكشن تانية. انا كمحاسب حصل ترانزاكشن تانية مثلا في 2 سبتمبر حصلت ترانزاكشن تانية
supplies is increase، حصل زياده في السبلايز، يعني اشتريت مجموعه من الادوات اللي بستخدمها جوه الشركه. طيب كويس قوي. اسال نفسك السؤال الثاني، انت دلوقتي عايز تعمل قيد، احنا دلوقتي بنأهلك كمحاسب انك تعمل قيد. قبل ما اعمل القيد لازم افكر في 3 حاجات. ايه اللي حصل؟ اول حاجه حصلت supplies is increase. طيب زادت السبلايز عندي. قبل ما اعمل القيد كده لازم اسال نفسي سؤال، السبلايز دي هل هي assets account ولا liability account ولا owners equity؟ لا، هي assets account. طيب السؤال الثالث، لو انا عايز اعمل انكريز في الاسيتس، ده معناه ان انا هعمل ايه؟ ان الاسيتس with debit، ان هجعل الاسيتس في القيد عندي مدينه. طيب تعالى نسجل القيد. طبعا ما ننساش نكتب الديت، التاريخ 2 سبتمبر. ايه اللي حصل؟ الديسكريبشن. ايه الحساب اللي اتاثر عندي؟ هو حساب سبلايز. اتاثر، ايه اللي حصل له؟ زاد يعني ايه؟ زاد يعني بقى مدين، يعني لازم اوجه الحساب واخلي طبيعته مدينه ب 10000، وبالتالي انا هخليه ديبت ب 10000. يبقى حساب السبلايز في 2 سبتمبر زاد عندي ب 10000 جنيه. طيب ده اول افكت. احنا قلنا ان اي قيد لازم يكون له دبل افكت او دول افكت، يعني ليه تاثير على حسابين. ده اول حساب اتاثر، يبقى انا لازم اسال نفسي ايه اللي حصل؟ احد حساب الاصول زاد. ايه هو الحساب اللي في الاصول اللي زاد؟ حساب السبلايز، الادوات او المستلزمات زادت. طب الاصول عشان تزيد لازم تكون ايه في القيد؟ لازم تكون حساب طبيعتها مدينه، وبالتالي اول طرف من طرفي القيد هو هيكون الاصول، وهنلاقي القيمه اللي اتاثرت بيها الحساب دوت هتلاقيها اكيد قيمه مدينه. ما ينفعش انا كمحاسب دي طبيعه القيد وانا اسجله دائن، يبقى انا عملت قيد غلط. يبقى الفكره يا جماعه انك كمحاسب لازم تكون فاهم البيزك او الاساس ده عشان ما توجهش القيد بطريقه خاطئه. يعني الحساب الاصول لازم يزيد يعني يكون مدين، لو هيقل يبقى هيكون دائن. لو انا الترانزاكشن دي دخلت حساب الاصول على الجانب الدائن بال 10000 يبقى انا عملت قيد خطا، لان قللت فيه الاصول. لا، وكان المفروض ان انا ازود الاصول بتاعتي. طيب تعال نشوف الترانزاكشن الثانيه او طرف القيد الثاني ازاي اتاثر عندي. ايه اللي حصل؟ payable is increased. يعني ايه payable is increasing؟ حصل increasing في البيبل، يعني الموردين انا اشتريت الادوات ديت ما دفعتش فلوسها، ده معناه ان انا بقى عليا التزام، عندي مورد ليه عندي فلوس، يبقى حصل زياده في حسابات الموردين، يعني انا كده حصل عندي التزامات زياده. يبقى هسال نفسي سؤال قبل ما اعمل القيد كمحاسب. احنا دلوقتي بنأهلك انك تعمل قيد بطريقه صحيحه، لانك لو المدخلات بتاعتك او قيودك تم ادخالها خطأ، اكيد مخرجاتك وكل تقاريرك هتكون خطأ. فقد ايه الكنترول او الرقابه على القيد، او انك تكون محاسب فاهم الحد الادنى من المعلومات في انك تعمل قيد يوميه، ده مهم جدا. او البيزك زي ما قلنا لازم تكون فاهمه عشان توجه القيد صح. لان القيد لو توجه صح وفي المراجعه لم يتم اكتشافه، يبقى كل التقارير اللي ليها علاقه بالحسابات اللي جوه القيد ده هتكون تقارير خاطئه. وبالتالي احنا هنركز معاك تماما في الانبوت وفي البيزك اكاونتنج ترانزاكشنز. تعال نشوف طرف القيد الثاني ايه اللي حصل فيه. لو رحنا كده للشاشه، حصل انكريز في الاكونت بيبل. حصل انكريزنج في الاكونت بيبل، ده معناه ان يبقى لازم اسال نفسي سؤال، الاكونت بيبل از ا liability اكونت، يعني حساب الاكونت بيبل ده حساب ايه؟ التزام عليا. طيب حساب الالتزام لما يزيد، السؤال الثالث اللي بساله لنفسي وانا بعمل القيد، increase a liability with a credit. يبقى لو انا ناوي ازود اللايبيليتي يبقى هجعلها كريدت. طرف القيد اللي اتاثر في السلايد اللي قبل ده كان السبلايز زادت ب 10000. طب تعال نشوف تاثير الزياده في الاكونت بيبل على القيد. هتكون بالشكل اللي انتم شايفينه دوت، ان حساب الاكونت بيبل كريدت ب 10000. طيب كده احنا عملنا ايه؟ عملنا قيد يوميه اتاثر فيه حسابين، حساب مدين وحساب دائن. قيد اليوميه اللي اتاثر دوت، حساب المدين كان احد حسابات الاصول، الحساب الدائن كان احد حسابات الالتزامات اللي عليا.
حسابات الاصول زادت عشان كده الاصول جت مدينه. الالتزامات اللي عليا زادت عشان كده الالتزامات جت دائنه. هل ناقص حاجه في القيد ده؟ نقدر نبص على القيد ده كده، انا كمحاسب خلصت القيد، ايه اللي ناقص في القيد ده؟ احنا القيد قلنا 4 حاجات، الحد الادنى للقيد 4 حاجات. التاريخ، هل انا دخلت التاريخ ولا لا؟ دخلت التاريخ. طيب الديسكريبشن، هل انا الحسابات اللي افكتد بالقيد ده انا دخلتها؟ انا دخلت حساب السبلايز وحساب الاكونت بيبل، دخلوا. طيب القيمه موجوده؟ موجوده. طب ايه مواصفات القيمه؟ بفكرك، مواصفات القيمه انها تكون متساويه. مدين ب 10000 ودائن ب 10000. يبقى الحاجه اللي ناقصه في القيد هو الديسكريبشن اللي على القيد، اللي هو بنقول فيه بيرشيزد سبلايز زي ما انتم شايفين كده على الشاشه. كده القيد عندي اكتمل. يبقى انا كمحاسب المفروض اني اسجل القيد بالحد الادنى. يبقى قبل ما امضي على القيد كده كمحاسب بالاعداد، لان انا اللي عملت اعداد للقيد، لازم تكون عارف انك عشان تعد قيد يوميه في شركه لازم يتوافر في القيد ده 4 شروط على الاقل: تاريخ القيد، الحسابات اللي اتاثرت بالقيد ده، الجانب المدين والجانب الدائن القيمه بتاعته، ولازم تكون قيمه متساويه تماما، والديسكريبشن للقيد. دول ال4 حاجات الحد الادنى عشان تعمل قيد جوه شركه. يبقى انت حضرتك اتخرجت النهارده من كليه تجاره وناوي تخش في سوق العمل وهتروح شركه، لازم تكون عارف تماما حاجتين قلناهم النهارده، المفروض انك تكون استفدت بيهم كويس جدا: النيتشرز اوف اكونتس، طبيعه الحسابات. الحساب المدين ايه هو؟ ازاي حساب يكون طبيعته مدين؟ قلنا كل حسابات الاصول مثلا على سبيل المثال دي حسابات طبيعتها مدينه. اللايبيليتي والاونرز ايكوتي دي حسابات طبيعتها دائنه. لازم تكون عارف الفاينانشال ايكويشن زي ما احنا قلنا النهارده، انك الاسيتس بيتم تمويلها من حاجتين: يا اما ديت يا اما ايكوتي، او اني بلتزم بتزيد الالتزامات عليا، او بتزيد او الاونرز ايكوتي بمول بيها الاصول بتاعتي. مهم جدا تكون عرفت طبيعه الحسابات. اتكلمنا برضو عن الايرادات والمصروفات. الايرادات زي ما قلنا ان طبيعه الحساب في الايراد دائن، وبالتالي كل ما يبقى عندي ايرادات زياده، كل ما اعمل عمليه مبيعات او يستحق ليا ايراد، اكيد هعمل قيد يوميه الايرادات فيها هتكون دائنه. المصروف عندي طبيعته مدين، وبالتالي كل ما تزيد مصروفاتي، كل ما اسجل مصاريف بزياده، ده معناه ان عشان اسجل قيد يوميه لازم الاقي فيه المصروف مدين. قيد اليوميه مهم جدا انك تركز معايا ان قيد اليوميه هو عباره عن تاريخ، عباره عن ديسكريبشن، عباره عن قيمه، عباره عن وصف. وبالتالي انت كده كمحاسب تم تأهيلك من خلال المحاضرة اللي قلناها النهاردة انك تسجل قيد يومية جوه الشركة. عشان تسجل قيد يومية مهم جدا تكون عارف اللي احنا قلناه ده وتراجعه كويس، ومهم جدا تكون متأكد انك سجلت قيد بالطريقة الصحيحة. اي خطأ في ادخال القيود او في تسجيلها ده انت بترهق مديرك في انه يراجع وراك القيود دي ويكتشف الاخطاء. كل ما هنركز معاك وانت بتعمل قيدك بالشكل الصحيح، وبتعمل مرفقات القيد بتاعك بشكل صحيح، وبتعمل بيه ادخال على الحسابات بشكل صحيح، كل ما انت تقلل اخطائك في الجزء ده، كل ما انت بتريح كل الناس اللي بعديك. المراجعه ممكن ما تكتشفش كل الاخطاء، وبناء عليه احنا محتاجين نأهلك تماما انك تعمل قيد بالشكل الصحيح. طيب هل نقدر ناخد ترانزاكشن تاني؟ تعال ناخد ترانزاكشن ثالثه خاصه بالايجار. انا عليا ايجار شهري. نفس القصه، لو انا عندي ايجار هسدده، حصل زياده في الايجار يعني rent expense is increasing. طيب الرنت ده عباره عن ايه؟ rent expense is an expense account، يعني ده حساب موجود في المصاريف. طب الاكسبنس اكاونت عشان تزيد ايه اللي يحصل؟ لازم تكون ديبت. عشان كده لو انا عندي ايجار، هفترض ان انا في 2 سبتمبر عندي رنت اكسبنس ب 4000 هسددها، ده معناها ان الرنت اكسبنس هتكون ديبت. نفس القصه الطرف الثاني من القيد، انت هتسدد الايجار ده ازاي؟ هنسدده نقدي، وبالتالي الكاش هيحصل له انكريز. طيب الكاش ده هو اسيتس ولا لايبيليتي؟ لا، الكاش از ان اسيتس اكاونت. طيب الديكريز في الاسيتس اكاونت ده معناه ايه؟ ان الاسيتس اكاونت هيبقى كريدت، ده معناه ان القيد هيبقى كاش كريدت ب 4000. وطبعا اوعى تنسى
ايه الديسكريبشن بتاع القيد paid rent for the month of طبعا يناير او فبراير او سبتمبر. ده طبعا بيكون ايجار شهر 8. خلصت المحاضرة بتاعتنا النهاردة. اتمنى انك تكون عرفت او وصلت لك الرسالة المهمة جدا اللي محتاج انك تكون عارفها قبل ما تبدأ تروح الشركة وتحط السي في بتاعك وتقول لهم يا جماعة انا جاي اشتغل عندكم محاسب. ما ينفعش في الانترفيو او ما ينفعش في المقابلة اللي هتعملها انك تكون مش عارف ازاي تعمل قيد يومية. ما ينفعش في المقابلة انك تكون مش عارف ازاي هتسجل قيد اليومية وايه هي طبيعة الحسابات. محاضرة النهارده كانت مهمة جدا على فكرة للمحاسبين وللي مش محاسبين، لأن موضوع طبيعة الحساب دي كانت بتلخبط دايما كل مستخدمي القوائم والبيانات المالية. أنا أحب أشكركم جدا على حسن استماعكم، وإن شاء الله المرة الجاية هنكمل طبيعة الحسابات، وهنكمل المحاضرة بتاعتنا في المحاضرة اللي جاية، وأشوفكم على خير، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في حياتكم العملية، وكل الشكر ليكم إن شاء الله. شكرا ليكم.